صار بعد المباراة قلب الدنيا. المشاهير نزلوا احتفالاتهم بس مو الكل كان يركز على الفوز. بعضهم طلعوا بإطلالات صادمة، حركات، لقطات وتعليقات جرت وراها جدل كبير. الناس ما صدقوا، قالوا هذه فرحة ولا استعراض؟ في اللي قال حرية شخصية، وفي اللي قال الوضع أوفر بزيادة. بس الأكيد السوشيال ميديا ما كانت تتكلم عن الكاس، كانت تتكلم عن الاحتفال نفسه. هلو يا عمري، how are you؟ توحشتكم بزاف. عشان تحيي أول حفل، لكن المفاجأة ما كان الحفل هو اللي شغل المتابعين. الكل كان يتكلم عن جسمها، واضح إنها سوت عملية تجميل بشكل كبير. جسمها صار غير تماما، الملامح، القوام، كل شي تغير، حتى طريقة وقوفها تغيرت. الناس تفاجأوا وقالوا هذه دنيا بطمة ولا واحدة ثانية رجعت بس نسخة معدلة تماما. الروسية بأن قواتها في هذه المنطقة شنت أمس ضربات. تتذكرون مها عبد الله المذيعة السعودية اللي دايما إذا طلعت تخطف كل الأنظار، مو بس بصوتها، لا بحضورها، بأسلوبها، وحتى بملابسها اللي كثير يعتبروها جريئة بزيادة. تقدم الأخبار بطريقتها الخاصة، تدخل صالات الرياضة بثقة وتخلي الناس يتكلمون عنها أيام. في اللي يقول واثقة وجريئة، وفي يقول لا يا جماعة أوفر. بس خلونا نكون صريحين، ظهور مها عمره ما كان عادي. كل المقاطع اللي نزلتها أنا الحكومة، والناس انفجرت تعليقات، الكل كان يتكلم وش تسوي وين تبغى توصل. المفاجأة تم القبض عليها بعد موجة غضب واسعة، ومقاطعها صارت حديث الناس. وقالت لي ده كمان والله جامد، اقسم بالله. يا لهوي يا جماعة.